نرسم الغد. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساحة من الصراحة عبر منصات قناة الثانية. ضيفي لهذه الحلقة وضيفكم أكيد المصور وصاحب المحتوى الجميل أحمد كاظم. حياك الله وشابو كل هلا. الله يحفظك، الله يمحي أصلك أستاذ أحمد حبيبي. أنا قلت المصور وصاحب المحتوى. نعم. يعني كان من المفترض أقول أبو المحتوى والمصور، لو المصور والمحتوى المصور وصانع المحتوى. جيد، يعني أنت بدأ الابتسامة يعني. إن شاء الله دائما الابتسامة على محياكم ومحيا كل واحد يشوفك. أستاذ أحمد، أنت بدايتك كمصور وبعدين انتقلت نعم. إلى نعم، بدايتي 2007 تقريبا. مصور. 2007 كانت أول كاميرا جابها لي أبوي من الكويت. جيد. إيه نعم. كنت طفل يعني، هي هاي بدايتي. وبعدين انتقلت إلى بعدين يعني قمت أشتغل بالمدرسة، يعني من كانت ب 25 الصورة. تشتغل بالمدرسة. إيه بالمدرسة. انتقاله من مصور إلى محتوى. هاي الانتقالة صارت تقريبا بال 2018، يعني من بلشت تصوير شوارع الناصرية. نعم. يعني بلشت أول شيء أنا بتشبايش، يعني هي الأهوار ضافت لي هواي، هو تراثنا ضاف لي هواي. جيد. هو هذا السؤال ياخذني إلى سؤال، يعني هو هذا فحوى السؤال. من هو أحمد كاظم؟ أحمد كاظم عبد الصاحب، مواليد 1993. بس ما بين عليك. الله يحفظك حبيبي أستاذ أيوة. أحمد. من سكنة قضاء سيد دخيل بالناصرية. أحمد، يقولون اللقطة الأولى للمصور نعم منها وينتقل إلى يعني إلى مشاهدات الناس. صحيح. أنت انطيني اللقطة الأولى أو المقطع الأول اللي صورته وصار بها انتقاله. أحمد كاظم نعرفه بصورة. شنو الصورة؟ بدي أعرف الصورة ويا سنة، شنو الموقف؟ سنة تقريبا، هو الاسم أحمد كاظم طلع 2021. جيد. بمن طلع بهاي الصورة؟ إنه أنا كنت بالمشاية بوقتها، لقيت لي طفل يعني عريان، بس مجرد إنه جاي يدفع ببلم بالشبايش. نعم. فالطفل يعني سمار، غالب عليه سمار وعيونه خضر وكبار. زين، هو هذا المشهد اللي خلى أحمد من مصور إلى صاحب محتوى؟ لا. لا. أنا أريد المشهد اللي خلى هذا اللي حولني صانع المحتوى، اللي هو تصوير الشوارع. يعني أنا كنت 24 ساعة يعني أهلي ما أشوفهم، فطالع أصور شوارع الناصرية، أصور الجماليات. يعني أكثر شيء أنا محتوى إيجابي، فما أركز على السلبيات، أركز على الإيجابيات، فهو هذا اللي رفعني. زين، أثناء تصويرك ما أنك صاحب محتوى أكيد واجهتك مواقف، سواء مواقف مضحكة أو مواقف محزنة. فأيد يعني تستذكر لي موقف سواء يعني محزن أو مضحك، ويا ريت يعني يكون مضحك على مود مضحك شوية نضحك السادة المشاهدين. مرة من المرات تعرف أنت البراجة بالناصرية قبل لا يشيلون. نعم. كان بوقتها الفجر وضباب. نعم. فبلشت أصور، أنا شايل كاميرتي، كنت أصور بس فوتوغراف. هذا الحكي يعني قبل صناعة المحتوى كنت أصور فوتوغراف. حجية من الحجيات ذني شايف اللي عن سمعت ما ادري شنو، رحت استأذن من عندها. فكانت بوقتها الكاميرا غريبة على الشارع، يعني ما حد يحب الكاميرا، خصوصا الكاميرا الكبيرة يعني. نعم. كانوا يشوفونها شيء شوية مخيفة. ايه صح. ايه. فشالت السمكة ورجعتنا بيها. ما تعرف شنو السبب. ما تعرف شنو السبب، بس جيت استأذنت من عندها. زين، شلون كان ردة فعلك بصراحة؟ شردت. زين أحمد، بصراحة هذا موقف يعني كلش مضحك، وبنفس الوقت يعني يخلي المقابل مضحك، يعني مخجل بصراحة. يعني شو تسوي؟ مرة عجوز ما تقدر تسوي له شيء. قمت أحسب حساب الكل شيء. فهو المصور يتحمل دائما، خصوصا المصور الشارع يتحمل. اي فعلا يتحمل. صح. يتحمل لازم يتحمل. زين، من ضمن ذن المواقف اكو موقف يعني شوية ألم أحمد كاظم؟ اي اكو مواقف هواي يعني سببت يعني مشاعر. هو التصوير هي الصورة مشاعر. اي فعلا صدق مشاعر. فمرة من المرات يعني صورنا عائلة من العوائل بقضاء الشبايش. انه كانت اكو جهة من الجهات داعمة هالموضوع، فحاولنا بكل الامكانات اللي عندنا ندعمهم ولو بشيء بسيط. يعني هم عائلة كلش متضررة وعندهم معوق، والمعوق يشتغل. لا حول الله. اي يعني
بصراحه هي هاي حالتهم. المشاهد وهي الام الشعب العراقي احنا كنا بصوره عامه والناصريه يعني. نوثق عن طريق برنامج بدون ذكر اسماء. نعم. فقلت لك هي يعني هواي صادفتنا هيك احمد خلينا نرجع الى الانتقال من مصور الى محتوى الى صنع الى صانع محتوى. البعض يقول احمد يعني اللي وصله لهاي المرحله هو يعني قربه من امير. اكيد يعني ضاف لك امير ضاف له هواي غير انا وياه طلعنا سوا. الامير يعني امير كان ما معروف، انا كنت وياه قبل لا ينعرف امير، انا كنت وياه. بس اللي انعرف قبل هو امير. اكيد امير، لان انا كنت خلف الكواليس غير انا اصور له. يعني امير ضاف لك ايش قد؟ امير ضاف لي هواي. امير قبل يعني هو مو قصه احنا ما عندنا بيها هاي مال ضاف لي وضفت له. امير انا وياه طلعنا سوا. انتم كاصدقاء، لكن البعض يعني هو انا جاي اشرح للبعض نعم. انه احنا احمد كاظم وامير يوسف طلعوا سوا للشارع. نعم. احمد كاظم من طلعوا هو وامير يوسف طلعوا للشارع. يعني هو احنا واحد يكمل الثاني. جيد. احمد شلون تقيس يعني المحتوى؟ يعني مقياس المحتوى هل بالمشاهدات؟ لا. ام يعني انت تكون مثلا توصل محبه الناس بغض النظر سواء مشاهدات او بعيدا مشاهدات. عن الناس. نعم. او بعيدا عن المشاهدات، انا احب اوصل صوره الناصريه بصوره حلوه، هاي بين قوسين. يعني انا هدفي الناصريه. زين، بما ان هدفك الناصريه، اكو اعمال واكو مقاطع ومشاهد صورتهن يعني مجاني؟ اكيد يعني انت الغرض منها شنو؟ الغرض مجاني قصدك للناصريه؟ نعم للناصريه. الناصريه كلها شغله مجاني يعني. يعني ماكو جهه دعمتك هذا الموضوع؟ اي جهه ما دعمتنا ابدا. جهه من الجهات كانت دعمتنا قبل فتره، يعني دعمتنا ما دعمتنا بماده. نعم. دعمتنا معنوي. يعني احمد تحس انتم مظلومين اصحاب المحتوى بصوره عامه على مستوى الناصريه وعلى مستوى العراق، تحس مظلومين من ناحيه الدعم الحكومي؟ جدا مظلومين. زين، هسه انا ابو حكومه مثلا، انا كحكومه محليه او مثلا كحكومه مركزيه. نعم. شنو اللي ببالك اسويه انا لاصحاب المحتوى؟ تسهيل الموافقات، يعني تسهيل موافقات التصوير، يعني ما جاي تجينا بسهوله. اي يعني انتم هسه التصوير اغلبهن يعني بدون موافقات. بدون موافقات، نعتمد على المكالمات وعلى العرف. مو خوش. احمد شنو لك هذا المكان؟ بمن يذكرك؟ المسرح. المسرح. التخرجات. بس انت السنه سويت عمل احمد. طبعا شغلنا هذا. يعني هو هاي انا برايي بصراحه، يعني هو هاي السنه يعني مختلف عن بقيه السنين. جدا مختلفه يعني. بشنو احمد؟ شنو؟ المسرح كامل. نعم. طبعا بجهود الامانه العامه. و يعني المسرح هو صار الوجه الرسمي للناصريه. برايك انت كمصور، يعني الاماكن اللي كانوا يصورون بها الخريجين ما كانت يعني وين يروحون الخريجين؟ يعني احنا كنا بالمتنزه اكثر شيء يعني. نعم. خصوصا الصور الجماعيه. اضاف يعني انت كمصور اكيد اكو جماليه؟ ضافوا هواي، كلش ضافوا هواي، خصوصا مساله التخرجات. يعني المسرح ضافوا هواي كلش للمصورين. نعم يعني ضافوا لنا كلش هواي. يعني كلوكيشن تصوير مو بس المسرح. نعم. حتى الداير ما دايره يعني. نعم. يعني عندك الكنيسه ومكان يفسح للعوائل. اكيد. وبمطعم، يعني كل شيء متوفر به المكان. هو الحلو بيه هاي. احمد بما ان احنا تطرقنا لموضوع التخرج، انا جاي اشوف ولاحظت بان انت تعاملك مع شركه واحده يعني. نعم. شنو السبب؟ وبما تميز هاي الشركه عن شركات؟ والله الشركه اللي هو شهد باسم طبعا. تحياتنا شهد باسم. مصور المبدع. شهد يعني انا اشتغل بس ويا شهد، لان شهد اعرف شغله شنو هو، اعرف كادرنا شنو هو، يعني نط الشغل صحيح. زين، انت متعامل مع الشركات البقيه على مود تعرف بان شهد الافضل؟ تعاملت ويا بعضها يعني. ويا بعضها مو كلها. بس انا الشغل اللي جاي اشوفه ينشر يعني هو الدليل. زين، بمن يمتاز بمن تمتاز شركه شهد؟ شركه شهد تمتاز يعني. عندنا مصورين عمالقه، عندنا مقتدى، عندنا احمد خالد، تحياتنا لهم اكيد مبدعين. على ميديا هواي عندنا. زين، انت يربطك عقد وياه؟ انا ما يربطني شيء، انا ما تربطني وياه بس الكلمه. اي نعم. يعني لا اشوفه صحيح يعني عدم تصويرك لغير شركه هو هذا يعني مو قصه عقد. البعض يفسره بانه هو هذا عقد مقيد به احمد كاظم. لا مع هذه الشركه مو عقد رسمي، بس صداقه.
صداقه. نعم. زين، بما ان احنا هسه بجانب وهذا طبعا سؤال من الجمهور، ليش ترقص؟ ليش ارقص؟ يعني ايه؟ واحد يشوف دق ورقص قدامه ليش ما يرقص؟ هذا بس اللي يستحي ما يرقص. انت يعني احنا خلينا نكون واقعيين، هي حفله. نعم. يعني انا حاضر الحنه صديقي، نعم، واشوف جماعتي كلهم يرقصون، اظل قاعد؟ اكيد لا. ما اظل قاعد. هي حنه، يعني مناسبه، انا ما رقصت بالشارع. يعني لو حفله تخرج لو حنه، غيرهن ما راقص انا. ولادة الامام علي اذب لحم. خصوصا هنا. زين احمد، بصراحه يعني انت هاي الحاله، هي مو رقص، حاله الرقص، هي مو رقص، وهاي الفرح يعني مو رقص، فرح يعني هوسات اكثر شيء، احنا نهوس هوسات. يعني هسه نرجع للمشاهدات. يعني انت في حال ما تسوى هاي الطقوس ما توصل المشاهدات؟ لا وصلت. لا عندي انا بدون هاي الطقوس. لا عندي. ليش يعني انا عندي صناعتي، انا صناعه المحتوى مالتي، يعني انا باعتبار يعني بما يسموني صانع محتوى الناصريه. نعم. يعني انا مصور شبايش، يعني صاحب محتوى مختص للناصريه. اي يعني انا من الاول. انت الاول؟ لا مو الاول. منو الاول؟ امير. يعني هي دنيا خلصانه احمد. اي الحمد لله صراحه يعني، وما تسوى الزعل. وانا يعني هسه مو لي انت ضيفي بصراحه. انا بسولفها وراك. انت من الناس اللي نفتخر بيهم. الله يحفظك. انت شخص مؤدب، من عائله طيبه الحمد لله والشكر. فبصراحه الزعل هم ما يلوق، خاصه ما يلوق لوجهك هذا الحلو. الزعل ما يلوق، بس انت مرات هي تحكمك. نعم. هي تجي تعرف انت تحكمك. سامح، الدنيا خلصانه. صعب. والله صعب، خصوصا مساله يعني انت مطي شيء من عندك، يعني انت رافعه كنت، هو يطي بيك باصغر شيء وانت تدري. الفلوس تخسر طبعا. هو هي سالفتنا صارت على فلوس. يعني الماده خسرها الصديق. طبعا. خسرت انت صديقك بسبب الماده. اكيد. الماده تخسر، ما يتخسر. بس اذا هي صداقه مثلا اذا صداقه قويه يعني. شوف انت، هو المثل معروف، اذا صاحبك دوم حاسبك كل يوم. نعم. فانا ما حاسبته كل يوم، لهذا صارت هاي المشكله. جيد احمد، احنا بداياتنا هسه انا كعملي اعلامي او بعرافه المهرجانات. من اجيت لقيت اكو ناس سبقتنا تجربه. اكيد. وتعلمنا من عندهم. اضافه للناس اللي راح تجي ورانا، هم يردون من عندنا نصيحه، يردون من عندنا ملاحظات. انا جاي اشوفك احمد، الناس اللي اجت وراك بالاخص الشباب بدايه المحتوى. نعم. تحكي عليهم هواي. مو كلهم. وشنو السبب احمد؟ يعني خلينا نكون واقعيين احنا. السبب اكو واحد مو يم المهنه، ليش تجي عليها؟ يعني انت تركت مهنتك وجيت على هاي، مو شغلك. شنو اللي استفزك بهذا الموضوع، بحيث انا جاي اشوفك انا كصديق وياك بالانستا، جاي اشوف انت هوايه تنشر على الناس اللي لا اصحاب المحتوى جدا. الشخص اللي جاي استهدفه انا. يعني انت شخص واحد؟ هو شخص واحد اللي جاي استهدفه انا. بس شخص واحد؟ انا معلمه وانا دربته. احمد بما ان انت معلمه، خليه يمشي يشق طريقه. خليه يمشي يشق طريقه بالطريقه الصحيحه. شنو اللي سوى؟ هو سوى اشياء غلط. يعني مو النصيحه احلى؟ نصحته هواي من المنشورات. هواي نصحته. يعني تقعد وياه بمكان عام بتنصحه، بس خلاص بعد عوف احمد. ليش المنشورات؟ لا لازم اطقه، ما اقدر هذا ما يخليني، او هذا ما يخليني. هذا ما يخليك. احمد، لو اتيحت لك الفرصه ان نصور مشهد. نعم. وهذا يبقى المشهد يعني خالد حتى بعد خروجك من هذه الحياه. نعم. بعد عمر طويل ان شاء الله. منو المشهد اللي تحبه ان يبقى خالد إلك؟ انا ببالي اطب بمساله التمثيل. يعني تصور لو تمثل؟ لا امثل. والله قريبا ان شاء الله اكو شيء مشروع. جيد. يعني دراما مو؟ نعم. دراما واكشن وهاي هيك يعني. نعم. انتقل للتلفزيون؟ لا انا انتقلت اصلا، بس يعني من بعيد.
ما بعد ما ظهرت، يعني صورت عده افلام بس بعد ما ظهرت للساحه. تحس بروحك انت عندك هاي الامكانيه؟ ترى احمد خصوصا بالتمثيل الكوميدي، يعني كوميدي. ايه ترى المحتوى يختلف عن الدراما وعن الاشياء اكيد مختلف، يعني احنا انا ما ندخل، لازم اكو جانب عندك جانب اكاديمي. انا ما داخل من يمي. نعم. يعني اكو ناس مختصه شافتني دزت علي، يعني مو من يمي. يعني اصحاب الاختصاص نعم. هم يقولون انت مهيئ نعم. لهذا الموضوع. نعم. شو وقت نشوفك؟ ان شاء الله عن قريب. يعني كل برمضان؟ لا اقل. اقل برمضان. إيه نعم. اقل من رمضان. إيه نعم. انا بصراحه اتمنى لك التوفيق. الله يحفظك. يعني انت تستحق وانت من هذه المدينه. الله يحفظك. وصديقنا، نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. جزيلا. احمد، على الصعيد الشخصي. نعم. على الصعيد الشخصي، انت ابن مدينه السيد الخيل. ابن مدينه السيد الخيل. والشرف طبعا مدينه السيد تحياتنا الخيل، مدينه الشهداء، يعني تحياتنا لهذه المدينه. مدينه الشهداء، مدينه المجاهده. الله. بما انك انت من هذه المدينه، ما واجهتك هاي الصعوبات؟ انت يعني محتوى بها رقص، بها اشياء. لا بالعكس، جاي يحبوني. انا وانت بنفس الوقت جو عشائري. يحبوني، يموتون علي. يعني هسه انا اذا امشي بالشارع، يعني تعرف انت، يعني ما ما واجهت؟ لا ما واجهت اي صعب. يعني يطبوا لك المعقد نفسيا. نعم. ايه. احمد، اكو مشاهد ردت تصورها وما قدرت، وتمنيت تصورها وما قدرت؟ واي كلش. مثلا واي كلش، يعني اكو مشاهد، يعني اشوف مصورينها تمنيت انا مكانهم. يعني مثلا احمد، يعني لقطات، يعني هي لقطات تجي عفويه، ف ليش لا واحد يتمنى يصير للاحسن. اشوفك هواي يعني تصور الموكب شهيد الجمعه. موكب شهيد الجمعه، الموكب العظيم هذا، موكب الاب الروح. اي فعلا هو هذا الموكب العظيم. يعني على العالم، مو موكب عادي، يعني حتى تقول يعني مجرد انه ذكر شهيد جمعه. نعم. هذا شرف. اي فعلا. هو محط فخر واعتزاز طبعا، خصوصا ان للناصريه، الناصريه يعني بصوره خاصه. نعم. وللعراق بصوره عامه وللعالم. ليش جاي اشوفك انت هواي يعني مقاطع لك تصور؟ عندك قرب منهم لو لان هذا الموكب يستحق واجهه للمدينه؟ هي عده اسباب. نعم. عندي قرب منهم. جيد. وقرب من الملا حسين يعني شخصيا. الله. إيه. وعندي اصدقائي هواي بهم، من ضمنهم يعني العادل. على طاري ملا حسين. يعني انا بصراحه يعني من بعيد يعني اشوف عظيم هذا الشخص. ما عندي احتكاك. عظيم. يا ريت تسولف لنا عنه شوي. عظيم، يعني ما يتوصف. صعب واحد يوصفه. الله. والله صعب جدا واحد يوصفه. خادم الحسين هذا صراحه نتمنى له. هي كلها خدمت الحسين. بس هذا الشخص يعني تخيل، يعني انا من قاعد يمه احس باطمئنان. الله. والله روحيه تحس. ما تحس شيء، ما اعرف شنو، يجيك شعور اطمئنان لا اراد. زين احمد، على طاري شهيد الجمعه، تحس اكو مواكب ان شاء الله مستقبلا يحذون حذو شهيد الجمعه؟ هي ليش لا، هواي جاي يقلدون شهيد الجمعه، بس التقليد للحسين طبيعي. طبيعي. التقليد الحسين طبيعي جدا طبيعي، بالعكس للافضل. تقليد المحتوى هسه احنا صار عندنا تقليد المحتوى هنا لا غلط. تقليد المحتوى غلط، خصوصا دول جماعه الكوبي بيست. انت قلدت احمد؟ انا؟ ايه؟ لا انا طلعت بلوني الخاص. شنو لونك احمد؟ بما انه يعني طلعت احمد. يعني امير طلع امير. لا ما اكو وجه، اكو وجه مقارنه. ما قلد. امير طلع. لا انت وجه مقارنه بينك وبين امير. محتواك نفس الشيء. ايه؟ طبعا نفس الشيء، لان طلعنا سوا احنا، واحد يكمل الثاني. زين بما تميز عن امير؟ انا؟ ايه؟ بلساني. يعني امير يستحي وخجول جدا. يعني انا ما استحي اطقها بالوجه. ما استحي لا ما استحي زايحه كلش. وهي هاي الميزه الحلوه البيئه يعني، والناس حابين عليها. انت مشكلتك صريح وانا ما اقدر يعني. انا جدا صريح. الصراحه حد الوقاحه عندي. شنو طموحك؟ اصير احمد كاظم. وانت صاير احمد كاظم؟ لا طموحك؟ بعدني ما صاير احمد كاظم. ايش قد واصل لاحمد كاظم؟ يعني تقريبا 60%. بعد لك 40؟ بعد ل 40%. ما بعد ال 40 من تشوف احمد كاظم ايه؟ يعني طالع يصور خارج العراق. ايه خارج العراق تقول هذا احمد كاظم. هذا احمد كاظم. نعم. وانا صورت خارج العراق. نعم. بس يعني مو المطلوب. نعم.
انا احمد بصراحه اتمنى لك التوفيق. واكو مفاجاه جديده يعني. يا الله. مشاهدينا الاكارم، انتظروا المفاجاه اللي محضرها لكم احمد ان شاء الله. عاد اقدر اقولها طبيعي. ايش اقولها احمد؟ فضله. انا سويت دزوا مفاجاه علي عليه. شركه مرسيدس جيد. القطر. ما شاء الله. راح يكون يعني اكو عقد؟ اكو عقد رسمي ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله عن قريب راح تشوفون احمد كاظم قطر. يا الله. شركه مرسيدس. يا الله. نتمنى لك التوفيق الله والنجاح يحفظك. لانك بصراحه تستحق الكثير. الله يحفظك. احمد كاظم، وصلنا على مشارف نهايه هذه الحلقه. نعم. شو تحب تقول؟ او توصل رساله عن طريق هذا البرنامج؟ والله رسالتي اتمنى تكون سياسيه يعني. شنو رسالتك السياسيه؟ رسالتي السياسيه اتمنى من جميع نواب ذي قار نعم. انهم يجتمعون اجتماع خاص، ويكون حضورنا كاعلاميين وياهم يعني، ونشوفهم يتجردون من احزابهم ويتجردون من مسمياتهم ويخدمون الناس. ويخدمون الناصريه. احسنت. بين قوسين. احسنت. الناصريه يعني الناصريه عوزها هواي. فعلا. صحيح هي بدت بالاعمار. نعم. وبدت يعني بفضل يعني ناس خيره. نعم. ناس خيره يعني. نعم. صارت بها اعمار كلش هواي. لان الناصريه تستحق. فاتمنى هم يعني يشتغلون للناصريه. الناصريه تستحق. تدعمونهم انتم كاصحاب محتوى اعلامي؟ بالنسبه لي شخصيا. نعم. انا ادعم شيك وشخص يشتغل للناصريه بقلب نظيف. جيد. وهذا اذا اشتغل للناصريه انا قلبا وقالبا داعمه. احسنت. بالمحتوى، واطلع شرط اطلع وجهي، وشرط اطلع وجهه. بدون اي تقيد. بدون اي تقيد، بس اشوفه صدق يشتغل الناصري. جيد. احمد كاظم المصور وصاحب المحتوى، كنت بصراحه خفيف الظل علينا، واتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم. الله يخليك ويسلمك. شكرا جزيلا مشاهدينا الاكارم، نلتقيكم في حلقات اخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر برنامج مساحه من الصراحه. كان في اعداد والتقديم احمد الخطيب. الى اللقاء. معا نرسم الغد.